ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حابة اتكلم عن حاجة مختلفة برضو. هبدأها بحكاية. كنت قاعدة مع اصحاب بنات بنحكي. فكنت بتكلم او كنا بنتكلم سوا ان الولاد مش ممكن ما يفضلوش نوعية اكل احنا بنطبخها، ويعوزوا حاجات تانية، وده هيبقى مجهد جدا بالنسبة لنا. ف صاحبتي كانت بتتكلم بهزار، هي في التخصص برضو. فكانت بتقولي طب ما تجربي تبتزيها، يعني يقول طب ده ماما قعدت طول الوقت في المطبخ تعمل الاكل ومش عارفه ايه وحرام نرميه وكلام كده. فكانت اجابتي محدده جدا معاها، كنا بنضحك يعني ان انا مش بتعامل كده، انا بتكلم ان احنا هناكل الاكل ده لان الاكل ده نعمه ربنا، ولان الاكل ده مفيد، ولان هيفيد جسمنا، ولان ده المتاح النهارده وحاجات كده. وممكن بكره نعمل الحاجه التانية اللي بنحبها يعني. النهارده هتكلم عن الايموشنال بلاك ميل او الابتزاز العاطفي. الابتزاز العاطفي موجود في حياتنا على مستوى علاقاتنا الأسرية، مع أولادنا، مع أمهاتنا وأبهاتنا، مع الشريك، في العمل. بياخد كذا شكل. ممكن شكل من أشكال الابتزاز إن حد يحسسك بالضعف، أو يظهر لك ضعف كبير، من خلاله يلعب على العواطف او المشاعر بتاعتك ان انت تنفذ له الحاجة اللي هو عايزها. هو في الاخر المبتز او الحد اللي بيشتغل على موضوع الابتزاز العاطفي بيبقى ليه هدف ان انت تنفذ الحاجة اللي هو عايزها. بتنفذ الحاجة اللي هو عايزها ازاي؟ ممكن بقى على حسب هو بيشتغل على انهي اسلوب. في ناس ممكن زي ما قلنا تبين انها ضعيفة، تبين انها محتاجة جدا للمساعدة، بس مش بشكل طلب مساعدة قد ما هو يعني مثلا لو هندي مثال على دي. لو مثلا حد بينهي علاقة مع شريك مؤذي مثلا، فهنلاقي الشريك بيتكلم ازاي: انت لو سبتني انا ممكن اموت، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. هنا بيعمل ايه؟ بيرمي عليك مشاعر سلبية تحسسك ان انت مضطر تكمل في حاجة، او مضطر تعمل حاجة انت مش عايز تعملها، لمجرد ان انت حسيت احساس وحش او حسيت احساس بالذنب. عندنا كمان ساعات ممكن يبقى بالتهديد، وده بتلجأ ليه الأمهات أو بيلجأ ليه الناس في العمل: لو ما عملتش الحاجة الفلانية أنا هقول لباباك، أو هشتكي لباباك. لو ما عملتش حاجة الفلانية أنا هقول للناس حاجة وحشة عنك. فده بيبقى تهديد بالعواقب يعني. ده نوع من أنواع الابتزاز برضو. في حاجة كمان اللي هي لعب على العواطف، وكمان إن أنا أحسسك بالذنب. لعب على العواطف اللي هو مثلا لو بتحبني اعمل لي كذا، يعني لو انت فعلا بتحبني اعمل علشاني كذا. دي بتبقى موجودة برضو، بنلاقي الأمهات بتستعملها، بنلاقي ناس في العلاقات بتستعملها، حتى لو هم مش فاهمين ان ده ابتزاز انفعالي او ابتزاز عاطفي بيحصل. كمان إثارة الإحساس بالذنب من ضمن الحاجات اللي بتخلي الناس محطوطة دايما في خانة انها ضروري تعمل الفعل ده، حتى لو الفعل ده بره إرادتها أو خارج إرادتها. زي مثلا اللي هو لو بعد كل اللي عملته علشانك ده مثلا هتسيبني، أو تبقى حاجات من هذا القبيل يعني. بغض النظر عن الكلمة الأخيرة دي، إنها ممكن تبقى أحيانا صادقة، وفي بعض المواقف بيبقى فيها اضطراب في علاقات. إنما في ناس بتستخدم موضوع الإحساس بالذنب أو إثارة الإحساس بالذنب عند الناس أو عند الطرف التاني، علشان تقدر تسيطر عليه أو تقدر تخليه يعمل الحاجة اللي هو أو اللي هو الطرف المبتز عايزها. هنتعامل بقى ازاي في موضوع الابتزاز العاطفي، او ازاي نحاول ان احنا نبقى فاهمينه او واعيين بيه او مدركين انه بيحصل وكده، ونتعامل معاه ازاي. ده ان شاء الله هتكلم عليه في الفيديو اللي جاي.